الخطوه الجايه ان احنا نفهم السلكشن بيعمل ايه تاني غير كونه ان هو بيحدد مكان وبيحط فيه لون. انت زي ما تقدر تضيف لاير تقدر تدليت اي لاير لو وقفت عليها وجيت على التراش هنا وقلت له ديليت، او لو وقفت عليها ودوست باك سبيس هيدلت اي لاير انت عايز تدلتها. لو انا عايز افتح اي فايل او صورة عندي على الفوتوشوب بدوس فايل اوبن وبفتح الصورة دي لو انا عايز اقطع منها حتة تفتكر اعمل ايه؟ لازم وحتما ولابد استخدم السلكشن واقول له للبرنامج الحتة دي انا عايز الحتة دي. البرنامج بطبيعته هيروح يعمل لي سلكشن على الحتة اللي انا عايزها. لو عايز اخد كوبي من الكشاف ده بدوس كنترول سي كنترول في. بمجرد ما دوست كنترول سي كنترول في خد كوبي وحطها فوق نفس المكان. بقى انا دلوقتي عندي كوبي من نفس المكان اللي انا كنت واقف عليه وخدت منه كنترول سي كنترول في. وفي الماك كوماند سي كوماند في. ده بقوله لك ليه الكلام ده احنا هناخده بالتفصيل وهناخده ازاي تعمله احترافي بعد كده وازاي تقص المكان اللي انت عايزه بالظبط وما تقصش مكان حواليه. لكن انا بس بعرفك ان السلكشن بس مش عشان تعمل كيانات ومش عشان تعمل الوان ومربعات ودوائر، لا كمان هتقدر تاخد من الصور كوبي وبيست وتقدر تقص حتت معينه انت عايزها من اي صوره. خلينا نحط ايدينا على الخطوه الجايه ونبتدي نقول ازاي تعمل سيلكشن اكثر تحديدا، ما يبقاش اشكال هندسيه بس، تقدر تعمل سيلكشن كاستمايز. اول اداه عندنا اسمها اداه بوليجون لاسو تول. البوليجون لاسو تول بتمكنني من خلال ان انا بحط نقط في اماكن مختلفه من الارت وورك بتاعي اقدر احولها لسيلكشن، ان انا نقط وبوصلها ببعض فبتتحول لسلكشن. طيب نجرب تاني. بحط النقطة بعد كده بحط نقطة تانية بحط نقطة ثالثة. طب انا لو النقطة دي اتحطت في مكان غلط وعايز ارجع باك سبيس بتبقى النقطة حرة زي ما انت شايف كده. باك سبيس بتبقى نقطة حرة كده بتبتدي تحطها في المكان اللي انت عايزه. وتاخد الشكل بتاعك. دي طلعت شكل كنترول سي كنترول في واقفل اللاير اللي تحت. خلي بالك شايف العين دي بتقول ان اللاير دي متشافه، لو قفلتها يبقى اللاير دي مش متشافه. فشوف الشكل اللي نتج عندي شكل اكثر دقه من المره اللي فاتت. بدل ما كنت قاصص عن طريق المربع والدايره، لا انا بقدر اقص قصه كاستمايز شويه. طبعا انت هتوصل بيك المرحله ان انت تقص على قد الاجزاء اللي انت عايزها بالظبط، لكن احنا خلينا بناخد واحده واحده وتعلم معايا سنه سنه البيزكس. طيب هل ده بيمشي عليه بقيه الفيتشر اللي احنا قلناها على كل سيلكشن؟ ايوه، انت تقدر تضيف للسيلكشن حاجات معينه وتقدر تطرح من السيلكشن وتقدر تسبستراكت او توجد الجزء المتقاطع ما بين السلكشن ده وسلكشن جديد انت بتستخدمه. وده الكلام ده هتلاقيه في اي اداة من ادوات السلكشن. الاداة اللي بعد كده هي اداة اللاسو تولز. اداة اللاسو تولز دي مش زي البوليجون لاسو، مش نقطة نقطة، لا دي بتاخدها عشوائية كده على حسب ما ايدك بتمشي وبتقدر تعمل بيها سيلكشن. برضو بينطبق عليها كل فيتشر من الفيتشرز اللي في السيلكشن بالطريقة دي. والأداة دي للأمانة
احنا مش بنستخدمها كتير، يعني هي الاداه الوحيده اللي بتستخدم في كثره معاك كديزاينر بتاخد البرج اللاسو. لكن اللاسو تولز والماجنتيك لاسو تولز استخدامها مش بيبقى كبير قوي، لان في ادوات اكتر من كده بكتير دقه، والفوتوشوب عامل ارتفيشال انتليجنت في كذا اداه يمكنك ان انت تعمل سيلكشن باسلوب ادق واحسن من كده. نيجي للاداه اللي بعد كده اللي هي اداه الماجنتيك لاسو تول. الماجنتيك دي بيبقى فيها حساسيه للمناطق اللونيه اللي هي بتعدي عليها، فتقدر لو انت في هاي كونتراست في الصوره تقدر تختار مناطق لونيه معينه وتمشي حواليها عشان تعمل سيلكشن. لما تيجي عند اول سيلكشن هتبص تلاقي في دايره، في شكل دايره كده، ده الدايره اللي بتقفل السيلكشن، فانا لو دوست على المكان اللي فيه الدايره هيقفل السيلكشن معايا. طيب بس الاداه دي بيبقى فيها فريكوينسي نسبه تصحيح اخطاء، لو انت عايز ان نسبه الحساسيه بتاعتها تبقى عاليه بتعلي الفريكوينسي، لو عايز نسبه الحساسيه بتاعتها تبقى اقل لدرجه اللون بتقلل الفريكوينسي، وبتمشي كده فبتمشي معاك بشكل اظبط. ان الاداه تبقى بالشكل ده وفي دايره مقفوله، لو سبت هيعمل معايا سيلكشن. زي ما قلت لكم الادوات دي احنا يعني انا بعرفها لك عشان تبقى عارف هي بتشتغل ازاي، لكن هي على ارض الواقع بصراحه مش بتستخدم كتير جدا مع الديزاين.